كل سنة وانتم طيبين طبعا. آه، من عاداتنا أو من العادات اللي ما بتتغيرش عندنا في مصر، هو إن إحنا لازم ناكل فسيخ ورنجة. لازم أول يوم العيد ناكل فسيخ ورنجة. وده الفسيخ اللي أنا جهزته، ده عليه شطة، الطبق ده فيه شطة، وده أطباق من غير شطة، ودي رنجة. اتعودنا على إننا لازم ناكل الأكلات دي في العيد، عيد رمضان بالأخص يعني. طبعا في حبايبنا وأصحابنا اللي في الدول العربية ما يعرفوش إيه الفسيخ وإيه الرنجة، وعندهم عندهم فكرة سيئة عن الفسيخ بالأخص. يعني يقولوا لنا إيه الفسيخ اللي انتوا بتاكلوه ده، ريحته وحشة، مش عارف ايه. والله هو نوع من الأكلات الجميلة الحلوة اللي المصريين بيحبوها. انتوا كمان عندكم بتجففوا اللحمة وبتاكلوها مجففة، يا ترى بيبقى طعمها ايه وريحتها ايه؟ الفسيخ من الأكلات الجميلة اللي المصريين اتعودوا عليها. في حد بقى هيقول لي ده سمك معفن، هقول له سمك معفن بس طعمه حلو. ده كده. أكلنا النهاردة كان الرنجة الجميلة والفسيخ الجميل. هو احنا يعني أنا واحدة من الناس ما بقتش أكله زي الأول كتير طبعا. ثقافتي من ناحيته اتغيرت، ولكن برضو يعني ده ما يمنعش ان حتى اكله مرة في السنة يعني. فطبعا لا، مش هكدب عليكم، انا هاكل منه علشان انا يعني برضو لسه ما زلت بحبه، يعني بنسبة 50%. وطبعا لازم ادام في فسيخ بقى لازم يكون في مية كتير، في بصل اخضر، كابوتشا، الحاجات بقى السقعانة دي. علشان بقى بعد ما بتاكل الفسيخ بتبقي محتاجة حنفية مطافي تدخل جوه المعدة. كل سنة وانتم طيبين.